يشكل التطرف تحديا يواجه المجتمع بشكل عام، وأصبح وباء خطيرا يهدد السلم العالمي، وهو يصنف البشر على أساس عرقي عقائدي وديني ومذهبي، ويحاول زرع روح التفرقة وفرض رأيه بقوة السلاح وإرهاب الناس متسلحا بسلاح قوي وهو الدين، تحت شعارات كثيرة منها الجهاد والحق وغيرهما. دعوني أعرفكم على ضيفي حلقة القس إدوارد عوابدة، الرئيس الروحي لكنائس الاتحاد المسيحي في سوريا ولبنان، والقس نعيم يوسف، راعي كنيسة الاتحاد المسيحي في ديريك المالكية. أشكركم لاستضافتي في الكنيسة، وأرحب بكما ضيفين عزيزين في برنامجنا على خطى الأديان. القس إدوارد، ما هي وجهة نظركم بخصوص موضوع حلقتنا الإرهاب والتطرف بصفتكم الرئيس الروحي لكنائس الاتحاد المسيحي في سوريا ولبنان؟ وجهة نظرنا بصراحة مهتم جدا انه انتم عم تناقشوا هيك موضوع، لانه لابد من ان تسليط الضوء على هذه الآفة الاجتماعية والمصيبة الدينية، لأنه التطرف لما بيكون باسم الله فبيحمل أسوأ وأشد أنواع التطرف. وللأسف أنه شر الإنسان بيبين بشكل كتير عنيف لما بيكون يظن أنه مفوض من الله حتى يرضي الله ويحقق مشيئة الله بالقوة في وسط المجتمع. الأخ نعيم يوسف، راعي كنيسة الاتحاد المسيحي في ديريك، ما وجهة نظركم بخصوص موضوع حلقتنا؟ لا شك أن التطرف كما ذكر حضرة القسيس هو آفة يجب القضاء عليها بشتى الوسائل، خاصة بوسائل زرع الفكر التعليمي المعتدل ضمن المدارس والمناهج التدريسية لمساعدة الناس على تقبل الآخر أيا كان تفكيره وانتمائه القومي والديني. وأعتقد أن الإرهاب يمكن مواجهته من خلال هذه الأمور ومن خلال الإعلام المتطور الذي يوضح الإيجابيات لكل فكر ومعتقد موجود في البلد، وأيضا من خلال التكاتف والتآلف بين كل فئات المجتمع. القس إدوارد، ما هي الأسس التي بني عليه الفكر المتطرف؟ بعتقد أنه الفكر المتطرف استخدم الدين بدون أي علاقة حقيقية مع الإله الحقيقي الحي. الإله اللي يأمر بهذا الفكر المتطرف واللي يجتذب هذا الفكر المتطرف هو إله من اختراع البشر. فالإنسان عنده ميل عميق جدا للتدين، ولما بيتمسك بفكر التدين بدون علاقة حية حقيقية مع الإله الحقيقي، فمن الطبيعي، وهذا بكل الديانات، من الطبيعي أنه يلجأ إلى التطرف بهالصورة البشعة جدا جدا. والتاريخ شاهد على أنه في كل الديانات لما المؤسسة الدينية تنفصل عن الإله الحي الحقيقي فهي تنزلق إلى التطرف وإلى فرض المشيئة والآراء بالقوة طالما عندها قوة أنه تفرضها. فمشان هيك العلاج الحقيقي من وجهة نظري العميق هو علاقة حية حقيقية مع إله حي، والإله الحي حقا لابد أن يكون إله الصلاح والمحبة والغفران وكل قيم النور وقيم التآلف بين البشر. وأولوية الأولى في حياة الإنسان أنه يعيش حياته ليكون سبب خير وبركة للآخرين بدل أن يفرض رأيه بالقوة ويكون سبب دمار للمجتمع والآخرين. أخ نعيم، ما رأيك بما قاله القس إدوارد؟ أنا أعتقد أن الأفكار المتطرفة والأعمال السلبية بشكل عام أيا كان نوعها
تنبع من القلب الفاسد. المشكلة ليست هي المشكلة بحد ذاتها بقدر ما أن المشكلة تنبع من قلب الإنسان والطبيعة الفاسدة التي هي بمثابة الجذور، وما نراه من أعمال هو باعتبار هو أشواك. هذه الأشواك بسبب القلب البعيد عن الله، البعيد عن الشركة الحقيقية كما ذكر الإله الحقيقي. عندما تكون لدينا شركة حقيقية وهذا القلب يتغير، عندها هذه الأفكار الإرهابية والمتطرفة تتلاشى. لا يمكننا أن نعالج الأعمال الخارجية بدون أن نعالج الجذر. ففي كثير من الأحيان نعالج الدخان، نطفئ الدخان وننسى أن هناك حريقا يجب أن يطفأ، وهذا الحريق هو القلب الفاسد. القس إدوارد، ورد في الكتاب المقدس الإنجيل ما يلي: قد سمعت إنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، أما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا مستوجب الحكم، ومن قال لأخيه رق يكون مستوجب المجمع، ومن قال أحمق استوجب نار جهنم. هل لكم أن توضحوا للمستمعين الكرام هذا الإصحاح؟ حتما في بداية هذا المقطع يسوع له كل المجد بيقول إنه أنا لم آتي لأنقض الناموس. الناموس بمعنى شريعة موسى، بل لأكمل الناموس. وتكميل الناموس يعني بالمعنى الحرفي أن ينضج الفكر اللي وراء الوصية. بمعنى آخر، الوصية ليست فقط الممارسة الفعلية، لكن كسر الوصية يبتدئ بالقلب من الداخل. وبالتالي يسوع يكشف الغطاء عن حقيقة المشكلة، وبيقول إنه الذي يقتل بيكون قلبه مليان بالغضب. فلما بيكون قلبه مليان بالغضب ويتمنى إنه الشخص الآخر اللي سبب الغضب أن لا يكون موجودا، فكأنه قتله. أو أي ممارسة تصغر من حياة الآخر فهي باتجاه القتل. تشويه سمعة الشخص، الغضب بمعنى الإهانة المعنوية والإهانة النفسية، فأنت تصغر من حياة. إذن أي سلوك ينبع من قلب يتمنى تصغير الآخر فهو باتجاه القتل. فالرب يسوع يبتدئ بعلاج المشكلة من جذرها. هون القوة في أن الرب يكمل الناموس، بمعنى يظهر حقيقة الوصية وجوهر الوصية في الداخل. وبالتالي هذه القيم الإلهية العظيمة اللي يضعها يسوع المسيح له المجد، اللي تقضي على مشكلة كراهية الآخر من القلب من جوا. فالحقيقة يبتدئ بعلاج يعني البيضة قبل أن تفقس، وبالتالي بيقضي على المشكلة قبل ما تصير وحش كبير خارج عن التحكم وما بيستطيع أحد أن يتحكم فيه. فقبل ما يوصل الغضب لمرحلة الكراهية والتخطيط للانتقام والتخطيط للقتل والتخطيط لأن تفعل الأذية للآخر، فالرب يسوع بيقول طالما قلبك من الداخل يتمنى هذه الأذية فكأنك فعلتها. ربما الظروف ما بتسمح لك أنك تفعلها، ما عندك قدرة أنك تفعلها، ما عندك الإمكانية، تخاف من الحكومة، تخاف من المحاسبة، فأنت لا تفعلها. لكن الرب يسوع يريد أن يعالج المشكلة قبل ما تتطور عندك وتقودك لحتى تستغل أي فرصة وبالتالي تحقق الأذية للآخر. قيم إلهية عظيمة جدا. المشكلة مع هذه القيم إنه هذه القيم تعلم لكن لا يستطيع الإنسان أن يحياها ويعيشها، وبالتالي محتاج لهذا المعلم اللي قادر أنه يضع هذه القيم في قلوبنا وفي قناعاتنا في أذهاننا. لما الإنجيل المقدس بيحكي عن عهد النعمة، العهد الجديد في المسيح يسوع، بيقول أجعل نواميسي في قلوبهم وأكتبها في أذهانهم. بمعنى آخر بتصير الوصية الإلهية ليست وصية خارجية، لكن وصية جزء
من القلب بمعنى القلب يحبها، وجزء من القناعة بمعنى الفكر مقتنع بها، وبالتالي القوة من الداخل لحتى يعيش هذه الوصية. القس إدوارد، من أين جاءت فكرة قطع الرؤوس وما الدوافع من وراء ذلك؟ فكرة قطع الرؤوس فكرة الحقيقة أنا شخصيا أشمئز منها، وما بس أشمئز، يعني أنا أستغرب كيف للإنسان أن ينحدر إلى هذا المستوى ويتمتع بهذه الفعل الشنيع جدا جدا. تخيلي المقارنة بين تعليم يسوع له المجد اللي بيقول من يغضب على أخيه فهو مذنب كأنه قاتل، وبين هالممارسات الوحشية اللي تظن أنها ترضي الله بقطع الرؤوس وقتل الآخرين. الحقيقة فيها تحدي وفيها كسر لكل المشاعر الإنسانية والبشرية، وفيها أذية لكل القيم الإنسانية الممكنة. يعني انسى الدين وانسى المحاسبة أمام الله، لكن على المستوى البشري والإنساني هذه تستحق أن تدعى جرائم حرب وتستحق أن يعاقب عليها، لأنه تنشر هذه الثقافة من سهولة القتل وسهولة رؤية الدماء وسفك الدماء، وهالشيء الحقيقة مؤلم جدا. أنا ماني ضليع فيها، بس أنا بعتقد أنه موضوع القتل موضوع قديم جدا في التاريخ وينبع من البغضة، ودليلي على ذلك أنه الرسول يوحنا برسالته بيقول ليس كما كان قايين وذبح أخاه هابيل. وقايين وهابيل بحسب الكتاب المقدس هم أول عائلة على وجه الأرض، ولما صار في حسد وغيرة وشر في قلب قايين، فالشر والغضب اللي صار في قلب قايين قاد قايين لكي يذبح أخاه. والرسول يوحنا بيقول العلاج الحقيقي أنه نحب بعضنا بعضا كما أحبنا الله في المسيح يسوع. وهذه مشكلة متجذرة في تاريخ البشرية، مشكلة العنف ومشكلة البغضة. وكما أعرف من الكتاب المقدس عن الطبيعة البشرية ستستمر في البشرية بأشكال مختلفة، سيستمر البغضة وسيستمر القتل بطرق مختلفة ومتنوعة جدا، إلى أن فعلا نلجأ إلى الإله الحي وإلى يسوع المسيح المقام من الأموات، اللي قادر وحده مش بس يعلمنا رسالة المحبة، يزرع هذه المحبة في أعماق طبيعتنا وقلوبنا. هذا علاجنا الوحيد وهذا الطبيب الشافي الوحيد. أخ نعيم، ما هو تعليقكم على القتل وقطع الرؤوس؟ أنا أثني وأؤيد ما قاله القسيس أدوار عوابدي أن قطع الرؤوس شيء مقزز، والحقيقة هؤلاء يثبتون يوما بعد يوم من يفعل هذه الإجراءات أنه ينتمي إلى إله آخر، هو ليس الله الحقيقي. لهذا نحن نستنكر هذا الفعل ولا نستطيع الحقيقة أن نعبر بكلمات، لأن الكلمات عاجزة عن التعبير عن هذا الأمر المقزز جدا. القس إدوارد، برأيك ما هو دور وسائل الإعلام لنشر وتغذية الفكر المتطرف، وكيف يتمنهج عقلية المتطرف للقيام بعمل إرهابي ضد الأبرياء منهم الأطفال والنساء والشيوخ؟ هذا السؤال ببكيني، لأني أشعر أنه الشباب والشابات أحيانا اللي يعانوا من فراغ عميق جدا ومن لا معنى في الحياة، ولأنه عندهم عطش عميق للعبادة، لأنه مخلوقين لا يعبدوا. فالشيء المؤلم جدا أنه يتفق أنه يكونوا في مجتمع يعلم هذه البدع الظلامية جدا، وبالتالي هذا الفراغ بدل أن يملأ بالإله الحي الحقيقي وبالتعاليم والقيم السامية والنبيلة، يملأ بهذه القيم المزيفة
واللي تدعو إلى إرضاء الله في التطرف وإرضاء الله في هذا الاتجاه. وطبعا الشباب والصبايا بيكون عندهم ميل للمثالية وللحماس في تبني القضايا، فبينجرفوا بشكل غير واعي حتى يشعروا انهم عم بيحققوا شيء عظيم من حياتهم، وبيطلعوا بيقبلوا بكل سذاجة هذا الموضوع. ملامة أمام الله وأمام الدين وأمام المجتمع وأمام الناس على كل رجل دين وعلى كل محطة إذاعية أو إعلامية تروج لهذا الفكر وتروج وتخدع الناس بهذه الضلالة. الحقيقة ملامة ومسؤولية، وأنا أتمنى أن الله يحيي الضمائر ويقيم الناس اللي قادرين يحاسبوا هدول الناس، لأنهم عم بيكونوا سبب مش بس هن مضلين لكن سبب ضلال لناس آخرين ربما بسطاء وربما طيبين وربما كان ممكن جدا أنه يطلع منهم ناس مفيدين للمجتمع ومتفاعلين مع المجتمع بطريقة إيجابية. فشي مؤلم جدا أن تستغل التقنيات العلمية والإنترنت والتويتر والفيسبوك وهذه الأمور لجذب هؤلاء الشباب ولملء أذهانهم بأوهام وبخدع وبوعود مستقبلية، وهذا شيء مؤسف ومؤلم جدا. مشان هيك قلت انه ببكيني هذا السؤال، لانه حرام هذه الاجيال اللي عم تنساق الى الهاوي عن طريق هدول الناس. الحقيقة وسائل الإعلام هي وسيلة مهمة ومؤثرة جدا، والدليل على ذلك أن هناك الكثير يدفعون مئات الآلاف من الدولارات في سبيل أن يروجوا لدعاية ما. لهذا من هالمنطلق نحن نعتقد أن للإعلام دور محوري ومؤثر. من هذا المنطلق يجب مراقبة الإعلام، فالإعلام له دور في الترويج والتأثير. لذلك من يحرض على العنف وكراهية الآخر يجب توقيفه والحد من نشاطه إعلاميا، لأن الإعلام هي وسيلة ونعمة من الله وضعها بين يدي الإنسان لكي ينشر المجد ينشر مجد الله، وليس يقضي على أخيه الإنسان أو يروج لأفكار شريرة وعنف. القس إدوارد، برأيك لماذا لا نهتم لبناء الإنسان من الداخل في ظل معترك الأفكار التي نمر بها من الأيديولوجيات الداعية للتطرف والإرهاب؟ حتما هذا تقصير، لأنه المشكلة بالداخل أنه بياخد وقت لتبين النتائج والثمار. لكن الحقيقة أي بناء بدك تبنيه إذا ما بنيت الأساس، والأساس هو القسم المخفي، القسم اللي ما حدا بيشوفه، ما في حد يعجب بالأساس، ما بيشوف الأساس. لكن لو بنيت بناء حلو وعظيم وفخم بدون أساس صحيح، فلما بتيجي موجات الإعلام والتوجيه السيء حتما هذا البناء يسقط. لكن لما نبني الأساس حتى لو أنه بياخد جهد وبياخد مال وبياخد مفكرين وبياخد انفتاح على فكر الآخر ومنتعب على بناء الإنسان من الداخل، فحتما هذا البناء اللي بيطلع بالنهاية على هذا الأساس القوي بيقدر يقاوم هذه الإغراءات وهذه الغوايات الشريرة جدا. يعني تخيلي أنه يسوع المسيح بيكلم رجل دين اسمه نيقوديموس، وبيقول له لرجل دين اللي شخص محترم في المجتمع، لكن بيقول له لنيقوديموس: يا نيقوديموس ينبغي أن تولد من الروح القدس. يعني بيقول له لنيقوديموس ليس التدين الظاهري هو ما يصنع الإنسان الصالح، لكن عمل الإلهي من الداخل، ولادة الثانية من الروح القدس، هي اللي تتغير الإنسان من الداخل. وبالتالي هذا دور الكنيسة، وهذه جهودنا في الكنيسة، وفي تقريبا في كل خدمة في الكنيسة نحن نوجه الدعوة للناس يطلبوا من الرب هذه القوة للتغيير الداخلي الفعلي الحقيقي الجذري إلى درجة أنه يسمى خليقة جديدة، جذري إلى درجة يسمى ولادة ثانية، يعني انتماء لنظام قيم مختلف.
فما في شيء أهم من التركيز على بناء الإنسان من الداخل. بناء الإنسان من الداخل أهم من بناء الشوارع والعمارات والبنايات وكل شيء آخر. أهم شيء هو بناء الإنسان من الداخل، لأنه شفنا العمارات تنهدم والجسور تنهدم والمصانع تنسرق لما بيكون في عنا مصانع متطورة لكن في قلب فاسد في الداخل. وبالتالي البناء الذي يستمر هو الذي يستند على الإنسان المبني بناء صحيحا في قيمه في الداخل في قلبه. أخ نعيم، برأيك ما هي الوسائل الدينية لبناء الإنسان من الداخل؟ هذا عمل الروح القدس هو الذي يساعد لكي نولد ثانية من الداخل، وبالتالي الداخل يؤسس لعمل الخارجي. الإنسان يتكون من مادي، إنسان مادي، وإنسان داخلي غير مادي. المادي هو الجسد المنظور، والغير مادي هو الإنسان الباطن، الضمير والإرادة والعقل والفكر والذهن. فلا يمكن أن نتغير كما ذكر القسيس بدون أن نغير الإنسان الباطن. لهذا يقول الرسول بولس: تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. فعندما نريد أن نتغير شكلنا الخارجي يجب أن أذهاننا وقلبنا وباطننا يتجدد ويتغير ويصبح على شكل كلمة الله وما يريده الله. القس إدوارد، ما هو الحل والعلاج المناسب الذي ترونه مناسبا للوقوف أمام فكرة التطرف والإرهاب؟ حتما سؤال كتير كبير. وحدة مثلك هذه وسيلة حلوة ورائعة. أشكرك. أنه تستخدمي الإعلام وتعملي كل جهدك لحتى تعملي تقارب وشعور من قبول الآخر، وكل واحد مهما كانت هو حر في عقيدته، لكن بنفس الوقت العقيدة الأولى اللي لازم تكون موجودة في كل قلب وكل مكان هو قبول الآخر. في مشكلة عنا نحن البشر. المشكلة عنا نحن البشر أنه بطبيعتنا نرى في أنفسنا المقياس حتى نقيس عليه كل شخص آخر. يعني أنا أنتمي إلى عقيدة معينة، إلى فكر معين، فأضع نفسي أنا المقياس حتى أقيس الآخرين. تمام. وبطبيعتي أحب من هو على صورتي. يعني اللي على صورتي أحبه وأنجذب إله، أريد أني أدعمه إلى آخره. والذي يخالف صورتي بصير أنا بدي زغره، بدي أرفضه، بدي ما أتعايش معه. المسيحية تعليم يتخطى هذه الحدود. تمام. لأنه بكل بساطة بيعلمنا أنه الإنسان مخلوق على صورة الله. وبما أنه الإنسان مخلوق على صورة الله، أي إنسان مختلف عني يستحق الاحترام والمحبة والقبول، مش لأنه هو على صورتي، لكن لأنه هو على صورة الله. حتى لو كان هو ما متفق معي بالفكر، ما متفق معي بالمزاج، ما متفق معي بالقناعات، لكن لأنه إنسان إذن هو على صورة الله. لأنه على صورة الله يستحق المحبة، يستحق الاحترام، يستحق القبول. وبالتالي مسؤوليتي تجاه كل إنسان آخر بغض النظر عن انتمائه، مسؤوليتي أن أراه مخلوق على صورة الله وأقبله وأحترمه وأحبه بناء على أنه مخلوق على صورة الله. ألا ترى في تنوعنا ومعتقداتنا وأفكارنا الكثيرة فيه نوع من الامتحان لنفوسنا، وكيف سنطبق تعاليم أدياننا على أنفسنا لنتقبل الأشخاص الآخرين الموجودون الذي ذكرت وقلت ربما نختلف في آرائنا، ولكن علينا أن نحترم غيرنا هو أيضا يتفق على عقيدته وأنت تحب وتعبد عقيدتك. ما رأيك؟ أنا بشجع هذا من كل قلبي، هذا شيء ضروري وهذا شيء مسيحي. التعليم المسيحي فعلا يشجع كل العالم قبول الآخر، ومش بس قبول الآخر، حتى في مستوى أعلى من قبول الآخر، مش بس تعايش الآخر، مستوى أعلى محبة الآخر، تخطي الحواجز. تخيلي، تصوري معي أن يسوع له كل المجد لما بده يعلم ويشرح
عبارة تحب قريبك كنفسك. سألوا أحد الناموسيين، سألوا الكاتب، قال له من هو قريبي؟ لأنه كان عم بيحب يتملص من محبة الناس الغرباء. يعني بده يسوع يقول له قريبك هو ابن عمك المشابه إلك اللي ينتمي إلى نفس العرق ونفس الفكر فيسوع حتى يشرح هذا الفكر من هو قريبك، المثل والقصة اللي بيحكيها هي قصة سامري وبيسميه صالح ينقذ شخص بالطبيعة هو عدو له، شخص يهودي، واليهود كانوا لا يقبلون السامريين، بيحتقروا السامريين، لكن بيجيب المثل من سامري يخترق الحواجز، يرى بالشخص المجروح على قارعة الطريق أنه قريبا له، حتى لو كان بينتمي إلى طائفة أخرى وإلى مذهب آخر ومختلف عنه، هناك حواجز كبيرة بين بعض، لكن يسوع بيضرب هذا المثل وبيقول هذا السامري كان صالحا لأنه أخذ الشخص اليهودي وأخذه وعالجه، وضعه على دابته ودفع عنه في المشفى واهتم به واعتنى به في الوقت اللي الرجل الدين الكاهن واللاوي مر منه واجتازه وقال اجتاز مقابله وتركه. فيسوع بيعلم قيم أن تخترق الحواجز، لا ترى الإنسان بما يلبس من الخارج، لكن ترى الإنسان في قيمته الداخلية، في جوهره الحقيقي، وبالتالي تشوفه يستحق المحبة. شو قال له للكاتب لما جاوب هذا؟ قال له أنت عم تسأل من هو قريبي؟ قريبك هو الذي يحتاج منك الرحمة. اذهب وابحث عن اللي بيحتاج إليك وقدم له الرحمة، هذا بيكون قريبك. فالوصية تحب قريبك كنفسك، يعني روح أنت وحب الشخص المحتاج لك بغض النظر عن انتمائه. وهذا اللي الكنيسة عم تعمله في كل سوريا بهذه الأيام. الكنيسة عم بتساعد كل الانتماءات، الناس اللي في ضيق واللي في حاجة واللي خسروا. القس إدوارد، ما هي الرسالة التي تريدون توجيهها للشباب الأوروبي الذي ينضم إلى هذه الجماعات المتطرفة وإلى كافة العالم؟ أنتم تسيرون في طريق الدمار لكم وللآخرين، الدمار الآن والدمار الأبدي. أنا نصيحتي ورسالتي أن تلتفتوا إلى ما يبني وفعلا ما يحقق الازدهار لكم الآن وأبديا، لكم وللمجتمع اللي أنتم فيه. هذا العالم كله، هذا وكل هالإغراءات والغوايات هذه وهم وخداع، هذا قتل وظلم. وبالعكس أنتم لازم تتجاوبوا مع رسالة النور ورسالة المحبة ورسالة المسيح ورسالة القيم، قيم السماء اللي على الأرض. أنتم خلقتوا لحتى تعيشوا وتكونوا سبب حياة الآخرين المحيطين فيكم، مش بالعكس لحتى تموتوا وتكونوا سبب قتل وموت للآخرين. فنصيحتي وتحذيري لكم، هذا الطريق رح يقود إلى الندامة، وليس فقط ندامة في الأرض لكن ندامة إلى أبد الآبدين لما بيكون فات الأوان. فالآن الوقت أنه تتراجعوا عن أي فكر ظلامي بهذا النوع، وفعلا تلجأوا لما يبني وما يشبع وما فعلا يكون سبب حياة وبناء لكم وللمجتمع اللي عايشين فيه. لنتكاتف معا حتى لا نسمح لهذه الأفكار أن تصل وتغسل أدمغة الشباب والصبايا. لنتكاتف معا حتى نحط حد للناس اللي المضلين اللي عم يقدروا يوصلوا بالأموال الكثيرة وبالطرق والوسائل المختلفة لعقول وقلوب الشباب والصبايا الصغار. الأخ نعيم، ما هي الرسالة التي تريد توجيهها للشاب الموجود في منطقتك؟ أن يقرأوا كلمة الله. الإنجيل فيه حياة وفيه سلام. الرب يسوع قال سلامي أترك لكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. فالرب يسوع سبب مجيئه حتى ينشر السلام الداخلي،
وهذا السلام الداخلي هو الذي يؤسس لسلام خارجي يعم كل المسكونة. فاقرأوا كلمة الله وتغذوا بها، ولا يمكن من يقرأ كلمة الله الإنجيل يستطيع أن يتبع مبدأ العنف.